يلا بينا يا شباب جريد 6 نبدا مع الليسون 1 من يونت 2 من المنهج الجديد، وهنعرف الافكار والعناصر اللي في درس النهارده. ودرس النهارده بيتكلم على بنوته اسمها ليلى، ليها الجراند با جدها عنده جاردن بيزرع فيها حاجات كتيره جدا زي الفروتس زي الاربس الاعشاب، وعنده الاوليف اويل. هنعرف كل حاجه من دي ازاي خلى الجاردن بتاعته هيلثي وشكلها كويس والنبات اللي فيها شكله حلو وليه وصل بالمرحله دي. نبدا مع بعض يا شباب كده. اول حاجه احنا بنتكلم على الليسون 1 الدرس الاول من يونت 2 لجريد 6، واللي بيتكلم بعنوان caring for plants. وهنعرف ايه هي العناصر اللي تخلينا نهتم او نعتني بالنباتات. طيب الدرس ده بيتكلم عن بنوته اسمها ليلى عندها الجراند با جدها. خلاص الجراند با ده عنده جاردن. الوصف بتاع الجاردن في 3 كلمات او 3 صفات. الجاردن دي incredible يعني شكلها حلو جدا، وهيلثي والنباتات اللي فيها healthy and green شكلها اخضر كده ونباتات خضراء وجميله. طب ازاي جد ليلى وصل بالجاردن بتاعته ان الحاجات اللي زرعها فيها ان هي incredible وهيلثي وجرين؟ ان هو كان بيهتم بالنباتات care for the plants and water it every day. يبقى عندنا العناصر بتاعه درس النهارده او الخلاصه ازاي جدها. اول حاجه كان هو بيعمل cares for the plants بيعتني بالنباتات. كان بيعتني بقى ازاي؟ ان هو every morning او every early morning الصبح بدري كان بيعمل waters بيسقي النباتات كل يوم. يبقى اول حاجه بيديها ايه؟ الواتر الميه. يبقى اول حاجه الواتر. وكده كده النبات بيكون مزروع فبيكون معرض للسان لايت لضوء الشمس. يبقى طالما النبات بيوصل له سان لايت وكل يوم بيوصل له ميه الصبح بدري هيبقى نبات صحي. تالت حاجه كان بيعمل pull out للويدز، كان بيزيل الاعشاب الضاره والحشائش الضاره من الارض. كان بيعمل search for insects كان بيعمل اباده للحشرات وبيشوف مكانها فين ويزيلها. اخر حاجه كان بيستخدم use natural fertilizers كان بيستخدم الاسمده الطبيعيه. يبقى دي اول عناصر عندي يا شباب ازاي جد ليلى وصل بالجاردن بتاعته انها تبقى incredible وهيلثي وجرين. ان هو كان بيعمل لها من الاخر ايه؟ care for it كان بيهتم ويعتني بيها. كان بيعمل ايه؟ كانت النباتات دي معرضه للسان لايت، كان بيديها water every day morning early كان او early morning. تاني حاجه كان بيعمل pull out للويدز، وكان بيعمل search for insects، واخر حاجه كان بيعمل use natural fertilizer. طيب ايه هي بقى النباتات اللي كان بيزرعها جد ليلى؟ عندنا 3 اقسام يا شباب. جد ليلى كان بيزرع 3 حاجات. عندنا اول حاجه هنتكلم على الاربس الاعشاب. وخلي بالكم يا شباب بقى كلمه اربس دي من اخطر كلمات الانجليش. الكلمه دي لها نطقين بالامريكان اكسنت، وده اللي يخصنا اللي احنا عايزينه ما بننطقش الاتش، بنقولها اربس اربس ما بننطقش الاتش خالص. بالبريش بقولها هيربس بينطقوش الار بقى. خلاص كده يبقى انا عندي في الامريكان ما بننطقش الاتش بقولها اربس البريش بقولها هيربس. مالناش دعوه بالبريش، هنركز في الامريكان اكسنت بنقولها ايه؟ اربس. يبقى انا عايز نقولها او اللي يخصني هنا نقولها ايه؟ اربس. طبعا الاثنين صح بس احنا هنركز على الامريكان نقولها ايه؟ اربس. طيب جد هي كان بيزرع اربس اعشاب زي البازل الريحان خلاص كده، والمنت النعناع عفوا والبارسلي اللي هو بيقول عليه البقدونس. وكان طبعا بيزرع برضو اللي هو التايم. وخلي بالنا ان كلمه تايم دي البقدونس، بارس اللي هو الزعتر وتايم اللي هو البقدونس. خلاص كده دي نفس نطق كلمه تايم اللي هي وقت، مع اختلاف السبيلن ومع اختلاف ايه المعنى. دي بنسميها في الانجليش الهوموفونز المتلازمه، يعني الكلمات اللي نفس النطق يبقى النطق واحد جدا بس المعنى مختلف والسبيلن مختلف. انا عندي كلمه تايم يعني وقت، وعندي كلمه تايم اللي هو البقدونس يعني اللي هو الاعشاب ده. فكان بيصنع البازل والمنت والبارسلي. والحاجات دي يا شباب لما بنستخدمها في الايجيبشن ديشز بنستخدمها في الاكل او في الاطباق او في الطبيخ، يعني بالاخر بتعمل اد فليفر بتدي طعم او نكهه حلوه جدا. الحاجات دي لو بنستخدمها في الاكل. طيب عندنا تاني ايه عشان كان بيزرع؟ كان عندنا هنا الجسمن
من اللي هو نبات الياسمين، وده ريحته بتبقى جميله جدا بالذات بالليل. smells lovely، ريحته حلوه جدا. نبات الياسمين ده او زهره الياسمين تبقى ريحتها حلوه جدا. طبعا عندنا كان بيزرع تاني الهاي بسكس اللي هو الكركديه او العناب، وده the tasty drink، مشروب طعمه حلو جدا. وممكن برضو نعمل عندنا التي with mint او ممكن نسميه المنتي، الشاي بالنعناع. طبعا الشاي بالنعناع، النعناع بيدي طعم ونكهه حلوه قوي للتي. فدي كل الحاجات اللي كان بيزرعها جد ليلى as a herbs، اعشاب البازل، المنت، البارسلي والتايم. ودي لو ضفناها للايجيبشن ديشز، الاطعمه او الاكل او الطبيخ، بتدي فليفر طعم ونكهه. وكان بيزرع مشروبات زي مثلا عندنا الهايبسكس ده تيست درينك، وزهره الياسمين دي سميلز لافلي، ريحتها حلوه. وعندنا المنت بنضيفه على التي، بنعمل المنتي بيبقى طعم الشاي حلو. ده بالنسبه لاول بارت معانا. طيب الجزء الثاني بقى، السكشن الثاني من الحاجات اللي كان بيزرعها جد ليلى، كان بيزرع عندنا بيزرع ايه يا شباب بقى؟ كان بيزرع الفروتس، الفاكهه. وكان بيزرع نوعين فاكهه، كان بيزرع الفيجز، التين، وكان بيزرع الجوافا. كان بيزرع ايه؟ الفاكهه اللي هي التين والجوافا. وطبعا الفاكهه بتكون ايه؟ طعمها مسكر وحلو وسويت، وبتكون اكيد ايه؟ هيلثي. خلاص كده، ده السكشن الثاني. اخر حاجه كان بيزرعها جد ليلى الاوليف اويل، نبات او نبات الزيتون، واللي بنجيب منه ايه؟ الاويل اللي هو زيت الزيتون. الاوليف ده يا شباب بياخد تيك تايم تو جرو، بياخد وقت كبير جدا عشان يكبر شجر الزيتون ده. وطبعا ده بقى له many years ago المصريين بيزرعوه بقى له كتير جدا، وبنجيب منه يا شباب الاويل، زيت الزيتون، وده صحي جدا. ده بالنسبه لاول درس معانا يا شباب، واللي بيتكلم how to care for your plants. قلنا العناصر الخمسه عشان نهتم بالنباتات، وقلنا الاقسام اللي بيزرعها جد ليلى سواء الهربس او الفروتس او الاوليف. ده كان اول درس، اتمنى رب يكون واضح ومفهوم، وقسمنا العناصر بتاعته، ايه هي اسباب النباتات تكون صحيه، وازاي نعمل كير ليها، وهي الاقسام اللي كان بيزرعها جد ليلى. اشوفكم على خير مع lesson 2 من unit 2.